كاين الفرق في إنتاج الهرمونات، وكاين الفقر في إنتاج الهرمونات أو النقص ديال إنتاج الهرمونات. واللي معروف يعني باش نعطيكم فكرة عامة هو أنه الغدة الدرقية، الناس اللي مرضين بالغدة الله يشافيهم، رمضان ما كيأثرش عليهم بزاف لا في الأدوية ولا في صحتهم ولا في لا بروغريسيون ديال المرض ديال الغدة، يعني أنهم كيكونوا عاديين في رمضان، إلا بعض الملاحظات اللي غادي نقولها لكم اليوم. أولا خصكم تعرفوا بأنه الصيام تينقص من المستويات ديال الغدة الدرقية بنسبة قليلة جدا، يعني مكينقصش بزاف الهرمونات. وعلاش تنقصوا الإنتاجات ديال هرمونات الغدة؟ لأنه الجسم كيتفاعل مع النقص ديال الماكلة، وكينقص هو راسو هادوك الإنتاجات باش يحافظ على التمثيل الغذائي، وبالتالي كيحافظ على الطاقة ويمنع من الفقدان ديال الطاقة. داكشي باش الغدة سبحان الله العظيم مكتأثرش بزاف في رمضان. ولكن هذا الانخفاض غير مؤقت، اون فوا كيعاود بنادم ياكل مورا يعني في الفطور كتعاود ترجع الهرمونات لطبيعتها، هي كتهبط بواحد شوية ولكن ما كتهبطش على المستوى الأدنى ديالها. دوك العلاقة بين الصيام وصحة الدرقية ما كترتبطش بتأثيرات سلبية، كيكون داكشي عادي، أن الجسم كيستجب غير باش يحافظ على الطاقة وباش ويعني حيت كنكسرو داك الصيام كترجع الغدة لطبيعتها العادية. والصيام بالنسبة لمرضى الغدة كيأثر عليهم؟ لا، المصابين بأمراض الغدة سواء كان فرطا أو قصورا في النشاط ديالها مكيحتاجوش لتعديلات كبيرة ديال الجرعات ديال العلاج ديالهم، وكيمكن لهم يصومو هما مرتاحين بلا مخاطر وبلا تأثيرات على الغدة الدرقية. ألوغ الصيام من مرضى القصور، دابا نهضرو على الناس اللي عندهم القصور الغدة، يعني أنهم الغدة مكتنتجش الهرمونات بزاف، كتسمى ليبوتيرويدي، فانخفاض المستويات الهرمونات الغدة إلى الحد الأدنى طبيعي. ولو أنه عندك مثلا قصور في الغدة، فهاديك تي تروا و تي كات متيهبطوش بزاف، تيهبطو للمستويات الأدنى ولكن كيبقاو في المستويات ديالهم العاديين. دونك وهنايا الجسم كيحفز هذاك الهرمون المحفز اللي سميتو TSH باش كيحارب هاد الهبوط ديال الهرمونات. دونك ونتيجة لهاد التغيرات المحتملة اللي كتكون في رمضان، فبالنسبة للناس اللي كياخدو الأدوية ديال القصور، يعني اللي كياخدو هاد الهرمونات T3 و T4، فعليهم ياخدو الأدوية مباشرة بعد الإفطار وما ياكلوش مباشرة موراها، يعني أن الناس الغدة تاكلو أدوية الغدة اللي كياخدو صحاب القصور ماشي صحاب الفرط، خصهم مباشرة الدوا غير يفطرو وياخدوه باش يردو المستويات العادية ديال هاد الهرمونات هاديك. علاش؟ لأنهم كيتفاعلو مع الماكلة، وكيقدر هاداك الأدوية اللي يديرو مكيقديوش إلا كليتي مباشرة مع أخذ الدواء. يعني إلا كتاخد الغدة، إلا كتاخد التيترو ولا التيكات عندك الهرمونات وعندك قصور، فعليك غير تصوم عادي، ولكن اون فوا تفطر هما الأولين وصبر نص ساعة عاد تفطر مزيان وتمشي على خفيفة باش متضيعش داكشي اللي صبتي ديال الهرمونات، وباش متأثرش عليك هداك الصيام أو داك الأدوية اللي غتاخدهم مع الماكلة وغادي يقضيو بطبيعة الحال. بالنسبة للناس اللي عندهم الفرط في الغدة الدرقية، يعني أنهم كينتجو بزاف د الهرمونات، فالتأثيرات كتكون شوية واضحة مع الصيام، ماشي بحال الناس ديال القصور. بالنسبة للناس اللي كياخدو الأدوية ديال الفرط، يعني في الإنتاج ديال الهرمونات، فهو ما كيأثرش عليهم بطبيعة الحال بشكل كبير، ولكن كيقدر يأثر هنا رمضان فاش، لأنه كتعرفو أن الفرط كيدير الجفاف وكيدير الإسهال، فإلا ما قديتوش تصومو حيت عندكم الفرط تيكون عندكم جفاف وإسهال والأدوية ديالكم ما كتاخدش بشكل طبيعي، بشكل يعني متوازن، فعليكم غير الفطور
وهاديك المادة الميتيمازول اللي كنعطيو لصحاب الفرط في الغدة، المزيان ديالها كناخدوها غير مع المغرب كتقضي النهار كامل، يعني اون ني با اوبليجي ماشي بحال السكر ولا بحال الدوا ديال الطونسيون اللي خصنا ناخدوهم 6 السوايع ولا 8 السوايع ل8، فكاينة وحدة ديال الميتيمازول كتقضي يعني مدة ديال النهار كامل، لذلك فحتى الناس ديال الفرط ما عليهمش يصوموا إلا ما كانتش عندهم لا دياري بزاف ومعندهمش الجفاف بزاف، لأنه هذا هو المشكل ديال عارفين ديال الفرط ديال الغدة هضرنا عليه وشكون هما الأعراض ديالو. ألوغ الناس اللي عندهم الغدة كيفاش يتبعوا الصحة ديال الغدة ديالهم في رمضان، فبعين الاعتبار ياخدو بعين الاعتبار هادشي اللي قلت كامل باش يحافظوا على الصحة ديال الغدة ديالهم، وخصهم يبداو يعني يكتروا شوية في لي زاناليز ديال الغدة في هاد الأيامات ديال الصيام، زائد أنه خصكم تعرفوا بأن تحليل الهرمون المحفز كيطلبوه الأطباء بزاف هو TSH هو اللي مهم، ماشي T3 ماشي T4، خصنا نطلبو TSH ديما في أيامات رمضان على الأقل 2 أو 3 المرات في أيامات الناس اللي عندهم إما الفرط أو عندهم